مشاهدينا النهارده معادنا مع الفقرة الأسبوعية عن التاريخ المصري القديم، وموضوعنا النهارده موضوع شيق جدا ويمكن يكون مختلف. هنتكلم عن مفهوم الجمال عند المصري القديم. نورنا دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية وعضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بحضرتك يا دكتور إسلام، منورنا ونهارك سعيد. أهلا بحضرتك يا فندم، نهارك سعيد. خلينا نتكلم ازاي في العصر القديم بدأ الإحساس بالجمال ومظاهر هذا الجمال. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الحالة المتعلقة بالأرض المصرية والطبيعة الخلابة اللي ربنا وهبها لها جعلت المصري القديم يقدر يستشعر حالة الجمال في كل الموجودات المحيطة به. أيوة. ويمكن جغرافيا الأرض المصرية بوجود نهر النيل الأساس الراهن لحياة البشرية جعل ان المصري القديم يحاول ازاي يتوائم مع البيئة او يعمل توافق ما بينه وبين البيئة اللي هو يقدر ازاي يستفيد منها. أيوة. بالاستغلال السامي مجازا، مش الاستغلال اللي هو السيء او اللي يحقق نقطة سلبية عليه. وده استشعاره او نتاج استشعاره فكرة الجوانب زي ما بنقول الجمالية. أيوة. يعني هو وجد النهر بيأتي من الجنوب لحد ما ينحدر وصولا للشمال بالتحديد. أيوة. مليء بالطمي وبنقول والمعادن اللي جايه اوريدي من بمثابه الاراضي البركانيه مجازا. فكل ده خلاها ان هي بعدها تساعده ان يبقى الارض خصبه على ضفتي النهر، يبتدي ان هو يزرع. ومن ثم فكر طب انا هزرع، يعني هبتدي استشعر جمال الزراعه اللي انا بشوفها دي. طب من ثم ان انا ابتدي ازرع بعض المزروعات اللي مش بس تبقى مصدر للطعام، لا ده انا ممكن ابتدي استخلص منها بعض الجوانب. يبقى عندي الصوف والكتان اللي هو من ثم هيبقى الازياء بتاعه وعنصر الجمال. يعني ابتدى يستفيد من البيئه الطبيعيه اللي ربنا وهبها له ان ازاي يعمل عنصر جمالي في كل حياته، مش بس يبقى جمال اخاذ للعيون بقدر ما هو جمال ذاتي لجسده من النواحي اللي هي الطبيعية بداية واستشعاره لكل الموجودات. ومن ثم بعدها ان عنده عناصر متعددة بقى، سواء بنقول الصحة العامة او مثابة النظافة الصحية الخاصة بيه، او بنقول فكرة الطعام والشراب اللي هو عادل عنصر مهم جدا في ابراز جماله مجازا. ولو جينا استعرضنا الجوانب بتاعة فكرة الصحة العامة أو الحالة بتاعتها هنجد إن هو بداية زراعته زي ما ذكرنا للمحاصيل الزراعية المختلفة، اعتماده عليها بصورة كبيرة جدا، الاستفادة اللي هو يقدر يحصل عليها كفيتامينات مختلفة وبروتينات متعددة جدا. بالإضافة إن هو بعد ذلك ابتدى ان يفكر يبقى عنده سبل متعدده للفواكه المختلفه، ومن ثم مش بس يجعلها مصدر لمثابه بنقول للطعام خاص بيه، بقدر ما هو ممكن ياخذ من الفواكه ديت عناصر اخرى للتلوين والتزيين. يعني على سبيل المثال لو هدخل المشهد في بعضه لابراز عنصر جمالي، نفترض فكرة ان زي ما احنا في العصر الحديث بنعمل صبغات الشعر، اللون الاحمر او اللي هو بيبقى مايل للاصفر شوية مع او المحمر مجازا، ده استخلصه من الرمان. يعني اذا ان هو ابتدى يستغل بعض العناصر اللي هي من الطبيعة الخلابة وجمال الطبيعة اللي ربنا وهبها له في تجميل ذاته. أيوه. ده اللي بنوضح قد ايه فكرة لما حد بيقول لك البيئة المستدامة وبمثابة الدعوات اللي هم بينادوا بيها في المجتمعات العالمية دلوقتي، كل ده وليدة برضو من جذورنا وحضارتنا بالفطرة الربانية. أيوه. اللي ربنا اعطاها للانسان المصري بالتفكير اللي هو يقدر يتابع قوي ويبقى عنده قوة تأمل وملاحظة لكل موجودات المولى عز وجل، ومن ثم أقدر استفيد منها. فابتدى الأمر يبقى عنده صورة تطويرية بعض الشيء في مأكل مفيد جدا لجسده، في عندنا عناصر أخرى بيزرعها بيستفيد منها بيعملها ملبس ليه زي الكتان أو زراعة الكتان. ومن ثم ابتدى ان هو يبقى الرداء الأساسي ليه في كل الحضارة المصرية أكتر منه عن الصوف أو القطن مجازا. بعد من ذلك ابتدى يفكر ان طب انا علشان الجمال يبقى عندي في كل العناصر اللي انا احس ان انا مستمتع او انا احس ان انا راضي عن كل الحالة اللي انا بعيشها، يبقى ضروري ان انا احافظ على نظافتي الشخصية واحسن ليها، لان ده عنصر من التجميل. والطهارة دي الاله عز وجل وصاني بيها ان انا دايما ابقى نقي، ابقى طاهر، ما يبقاش في اي شوائب متعلقة بيا. فابتدى يفكر في عنصر النظافة الشخصية، ويمكن ده اللي تطرق الأمر ليه في كل الديانات السماوية ونادت بيه بعد من ذلك. فجينا عند النقطة اللي هي ازاي يحافظ على الصحة العامة بيه، لقينا ان هو كان من اكتر الاشخاص او يكاد يكون البني ادم الاساسي في تاريخ الانسانية عموما اللي قدر يحافظ على فكرة النظافة العامة المتعلقة بيه.
وان هو يعمل سبل متعدده، سواء بنقول باجراء عمليه الاستحمام. يعني المصري القديم احنا بنشوف دلوقتي ملكات الجمال او الشخص المعتني بنفسه بصوره عاليه للغايه بيبقى مثلا بيجري عمليه الاستحمام 3 أو 4 مرات في اليوم. المصري القديم كان مواضع دي دستور اساسي ليه، يعني كان بيخضع لعمليه الاستحمام اكتر من مره في اليوم. الكهنه او رجال الدين بالتحديد كانوا بيزودوا يبقى في يومين، مرتين بالنهار ومرتين بالمساء. ابتدى من ثم ان هو يستحدث وسائل متعدده للرعايه الجسديه. كان بيحاول دايما يبقى حليق الراس وحليق الذقن، ودي مهمه جدا لان هو كان عنده حته ان لما يطرد شعر الجسد بالكامل كان بينزعه. في حاله تركه لشعر الجسد ده بيولد ليه بعض الامراض او يبقى بمثابه ان هو مأوى للحشرات والافات وغير ذلك. بالاضافه ان هو بيشتغل في ساعات نهاريه، يعني الشمس بتبقى قويه جدا فهتصدر بمثابه هتبقى بتاثر على راسه، حتى لو ان كان هو بيغطي الراس بعض الشيء، بس ابتدى يحافظ خشيه ان يحصل له مرض الكراع مجازا، فابتدى ان هو يحلق شعره. لذلك بنلاقي كل المناظر التصويريه في مصر القديمه حليق الراس. طيب كذلك الدقن برضو نفس القصه، نادرا لما كان ممكن يطرد دقنه، دي اللي هي تعبير عن حاجه اسمها يقب باللغه المصريه القديمه، اللي هي معناها الحزن او الحداد. زي ما احنا مثلا في العصر الراهن بنشوف حد ايه بالعكس الامر بقى موضه دلوقتي، كان يربي دقنه شويه نقول له انت مكتئب، انت زعلان من شيء، لان متعودين ان هي الصفه رسميه او سمه رسميه ان دايما يبقى هو حليق الراس وحليق الذقن مجازا، ومفيش اي عنصر لتربيه الشعر اطلاقا. فكان المصري بيعتبر ده برضو او الحفيد مجازا دلوقتي ورث الامر ده، او بمثابه كان الارث بتاعه جده الكبير ان هو كان ما بيعملش او ما بيتركش شعر دقنه او شعر راسه الا لو كان بيمر بازمه نفسيه مجازا. ويمكن ده ما ظهرش في مصر القديمه الا في حالات نادره جدا. يعني عندنا مهنه الحلاق دي كانت موجوده بصوره كبيره جدا، وده كان بيحافظ ان زي ما السيده او النساء في مصر القديمه كانت بتحاول تتزين او يبقى عندها عنصر الجمال، كذلك الرجل كان بيحاول يتزين او يبقى بيحافظ على جزء كبير من شكله او مظهره العام. ويمكن النقطة الأخرى برضو إن السيدات، حتى السيدات في مصر القديمة كانت بتحرص إن هي صورة الجمال عندها أو العنوان بتاعها تبقى هي بمثابة تحاول برضو بمثابة بنقول تصفف شعرها بالتحديد. أحيانا كان بيوصل الأمر إن هي تضفر شعرها أو حتى كمان تخفف شعرها، اللي هو بمثابة مش تحلقه للآخر بس يبقى خفيف بعض الشيء وترتدي الباروكات المتعددة. الحالة ديت او يمكن انا استعرضتها بالتحديد عشان اوصف كتمهيد فكرة البداية او الطبيعة هي نتاج الوصول النهائي لحالة الجمال الخاصة بالذات البشرية. ويمكن النقطة الأخرى اللي ممكن نوضحها إن فكرة الجمال في مصر القديمة ما كانتش بس في المظهر العام بقدر ما كانت في جانبين مهمين جدا. قبل ما نتطرق في الحديث عن ممكن خلطات التجميل أو العناية بالجسد عموما، كان عندنا فكرة إن اللي يعتني إزاي ببيته ويعتني إزاي بالمنشآت المعمارية اللي هو بناها. ودي نقطة مهمة جدا. يعني لو نلاحظ من نفس الموضع اللي أنا بقوله إن هو تأثر بالبيئة بصورة كبيرة جدا، أيوة. ان كل المواضع اللي احنا بنشوفها كمعابد او كحتى اهرامات هنلاقي فيها صفة رسمية اساسية ان فيها ايحاء مستوحي من البيئة الطبيعية اللي هو بمثابة بيعتمد عليها. يعني هنلاقي الاعمدة بتاخد مثلا شكل تيجان بردية او اللوتس تتنوع ما بينهم. هنلاقي حتى اول مجازن بنقول اول كتلة هرمية في التاريخ خاصة بالملك زوسر، هنلاقيها ان حتى كان عامل في الاسورة بتاعتها بعض الجوانب اللي هي فيها بنقول تطعيمات او اعمدة على هيئة مثابة النخيل. فده كله ايحاءات ان هو ايه مستمتع بجمال الطبيعة. فحاول لما يبني عمارة ما يبنيش اي طوب كده بصفة عشوائية مجازا، لا ده كان منظم جدا عشان يطلعه في اسمى صورة تبقى فيها عنصر جمالي طاغي، يبقى بمثابة زي ما انا بشوف الطبيعة الخلابة اللي بدون تدخل الانسان. أيوة. احس انا بقى ان ايه ان انا كمان لما تدخلت ضفت. أيوة. مش قعدت او عملت اندثار للبيئة، بعكس اللي بيحصل دلوقتي في المجتمعات العالمية. الجوانب دي مهمة جدا، بالاضافة ان البيت نفسه
لما كان بيبقى عنده بيت، حتى مش بيت الملوك، انا بتكلم على بيوت بسيطه، يعني احنا بتاعت المصريين، الاشخاص العاديين، الاشخاص العاديين كانوا حتى عندنا يمكن للاسف الشديد ما قدرناش نعثر على معالق اثريه اليوم، ولكن لقينا ماكيتات مجازا او تصميمات لو اجاز الامر ذلك في القول، ان هم كانوا بيعملوا تصميم البيت. حتى اي حد بياخد بيت او قطعه ارض وبيبني عليها بيته بيحاول يعمل لها اطار او بمثابه سور محيط بيها، وطبعا يبتدي ان هو يعمل من داخل السور ده يشجره، يبقى بمثابه فيه عناصر لبعض المزروعات المختلفه اللي بتطوق السور بالكامل، باعتباريه ان هي فيها ليها خصائص عطريه مجازا، وفي نفس الوقت بتديله عنصر جمالي اخاذ، يبقى بيستمتع كانه عايش في مثابه في ايه، في خضره او في زراعه، بتديله عنصر من زي ما بنقول كده الراحه النفسيه. بالاضافه ان هم ابتدوا يبتكروا كمان، انا بتكلم حتى على شخص ممكن ما يبقاش متوفر ليه اللي بنقول الحاله الاقتصاديه عاليه، يعني حاله متوسطه، بس كان بيحرص يتم ده بقدر الامكان. كان كمان بيحاول يعمل بمثابه بحيره مجازا داخل البيت بتاعه، اللي هي اشبه بالحمام السباحه حاليا. لو جينا بنقول لحضرتك بتقول ان هم استمدوا من جمال الطبيعه والجمال الخارجي ونقلوا ده في البيوت العاديه خالص، لدرجه ان كان في يعني نسخه مقرره من هذا الجمال. بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، يعني يمكن الحالة المتعلقة بالجوانب اللي هي الخاصة بتشييد المصري القديم للمنشآت أو البيوت بتاعته والمنازل بالتحديد، يمكن الحالة دي بتتكلم على أن فكرة هو إزاي قدر يجمل البيت بتاعه، لأنه بيطفي عليه إحساس بفكرة بنقول التفاؤل أو الأمل مجازا والتجدد. يعني كان البيت بتاعه بالتحديد بيعمله بإطار أو سور خارجي بيحيط به سور آخر شجري، باعتبارية أن هو بيزرع فيه عدد من الأشجار اللي بتكون ذو مظهر جمالي عالي جدا، بالاضافه ان هي بتضفي بمثابه بنقول خصائص عطريه متعدده. فده اشبه باللي احنا لما يبقى فيه بالكومباوند لما بيحصل دلوقتي اي فيلا بتتعمل بيبقى تصميمها على نفس النحو. المصري القديم برضو كان سباق في اتمام هذا الامر، بالاضافه ان هو عمل شبه داخل كل بيت بحيره صغيره بالتحديد بيبقى فيها بمثابه قارب او زورق، بحيث ان هو لو حب ان هو يرفع عن نفسه ويحس ان هو عايز يحس بطاقه ايجابيه مجازا، يبتدي ان هو يستقل القارب دوت وهو وزوجته او ابنائه ويستمتع كانه وصل جمال الطبيعه الخلابه. دي كلها جوانب طبعا على حسب الحاله الاقتصاديه المتيسره بالنسبه له، ممكن تبقى اقل شويه في تصميم البيوت، ممكن تبقى اكتر بعض الشيء، لكن في الصفه العامه ان هو كان بيحرص حتى اللي مش متوفر ليه، ويمكن ده بنلاقيها حتى في بعض البيوت الريفيه العاده دي بالتحديد، ان لو راح اشترى قطعه ارض ولقى فيها شجره مثلا ليها جذور او نخله من زمان جدا ممكن ما يشيلهاش، يسيبها ويقفل عليها البيت على نفس النحو. ده موجود على فكره على اعتباريه ان هو عايز يحس ان هو جزء من البيئه الطبيعيه اللي هي اوريدي زي ما احنا وصفنا وهبته كل انواع الجمال. ويمكن الجوانب دي زي ما احنا بنتكلم على فكره جمال العماره مجازا نقلتنا لجانب اخر اللي هو ممكن نقوله متعلق بفكره جمال الكلمه او اللفظ. برضه عايزين نتكلم يا دكتور اسلام على جمال المراه، لان طبعا ده نصيب كبير جدا ده العنصر الاساسي طبعا. يعني هم اهتموا جدا المصريين القدماء بالمراه وجمال المراه. طبعا يعني حتى عايز اقول لحضرتك يعني الفكره حتى قبل ما نوصف حتى جزئيه جمال المراه ان هو كان بيحرص على الالفاظ اللي بيلقيها للمراه باعتبار اللي هو بيوصف جمالها، او اللي هو حتى بعض النصوص اللي هي الغزليه بعض الشيء ان بيحرص دايما يوصي الزوج او الشخص اللي هو بيكن مشاعر طيبه لحبيبته ويقول له دايما قدم لها العطور فهي تسعد قلبها استنشاقها ليها، فهي بمثابه اما بتستنشق العطور اللي انت بتقدمها لها بتبقى بمثابه حكل خصب. طبعا كل الجوانب دي. ويمكن من نفس النحو اللي انا بقصده ده يعني عندنا كل النباتات العطريه المختلفه، يعني يمكن عندنا اشهرها ايه طبعا كان؟ عندنا السوسن او اللوتس كانت بتدي خصائص عطريه جميله جدا. عندنا جوانب كمان متعلقه بفكره يعني دي نقطه برضو مهمه، فكره اختراع مجازا مزيل العرق. ده كان موجود في مصر القديمه اللي هو اوريدي ابتكار حديث برضو طبعا باستخدام البخور. يعني البخور يكاد يكون هو العنصر الاساسي في الخصائص العطريه بالكامل.
بجانب في نباتات اخرى زي قلنا المر مجازا او العجرم او الكندر. كل دي من النباتات اللي ليها كانت بيتم استيرادها من بعض البلدان في الخارج، وفي نباتات كانت بتتواجد او زراعتها بتتم في مصر بالتحديد. وكانت السيده او الانثى في مصر القديمه بتحرص ان يبقى عندها بمثابه كل المستلزمات المتعلقه بالتجميل. يعني لو جينا استعرضنا في النقطه دي من بدايه حتى يعني هنجيبهم كده بالتسلسل الشعر. ايوه. واعتنائها بالشعر. يعني احنا قلنا ان الرجل كان بيبقى حليق الراس بالكامل. طبعا. الانثى كانت احيانا تبقى بتسيب شعرها وبتضفره، واحيانا تحرص ان هي بقى تطوله اكتر. أيوة. يعني لو اما تقصره شويه وتلبس الباروكه، او ان هي تطوله وتضفره. طيب عشان تطوله كانت بتستخدم زيت الخروع. وده يمكن من المستخلصات الحديثه اللي هم اوريدي الاجانب ما شاء الله يعني بيعملوا منتجات دلوقتي كلها اصلها في البرديات المصريه الطبيه. ايوه. وكلها ولا هو طب متقدم ولا شيء، هو كله في متون مصريه قديمه بنفس الخلطات. حتى هو في الليبل اللي بيبقى مكتوب بيقول لك غني بالبروتينات والفيتامينات، ما بيقولكيش من ايه. عشان مش عايز يقول لك ان دي خلطه كان هو واخدها من الحضارات القديمه. لازم نستوعب الامور دي ونفهم يعني ايه مصر القديمه ومكانتها. فكانوا بيستخدموا زيت الخروع في العنايه بالشعر. بالظبط. وكمان لو هو عايز بقى لنا الاسرار كلها بقى يا دكتور اسلام. يعني لو في تساقط للشعر بيهتموا بالجمال وشايفيننا دلوقتي، فقول لهم كده يعني انت وعدتنا قبل الهوا هتقول لنا كام سر للبشره وللشعر. يعني مثلا الشعر برضو في نقطه بيعانوا منها بعض السيدات اللي هي تساقط الشعر بعد الشيء. دي نقطه مهمه جدا. طبعا. ان هم كانوا بيعملوا خلطه يمكن هي ممكن تبقى صعبه التجربه دلوقتي بعض الشيء، ولكن طبعا المستخلص اللي اتحصل دلوقتي سواء بنشوف زيوت او بعض الكريمات مجازا اللي بيستخدموها هي اوريدي من نفس المركبات اللي انا هقولها دي. يعني لو كان في تساقط بعض الشيء للشعر مجازا او حاله حتى الشعر اللي هو اصلع يعني ما فيش انبات فيه، بيبتدي ان هو يستعين ببعض من دهون بعض بمثابه التعابين او التماسيح او افراس النهر، يخلطهم مع بعض ويعملهم اشبه اللي هي فكره الكريمات دلوقتي. ده يمكن الخلطه الرئيسيه اللي موجوده ببرديه ابرس بالتحديد. بتبقى مكونه من ايه تاني؟ بيبقى دهن مثلا تعبان ودهن فرس نهر ودهن تمساح. ده طبعا دي كانت وقتها سهله. طبعا كان سهل لان هو زي ما انا قلت بيعتمد على البيئه الطبيعيه، ما هي نفس المستخلصات الحديثه. يعني دي كلها فيها فيتامينات وفيها بروتينات مختلفة بتقدر بمثابة المسام بتاعة الطبقة الجلدية تبتدي ان هي تنبت مرة اخرى. هو ما بيشرحلكيش في المنتج اللي بيبيعه دلوقتي يقول لك هي بتتكون من ايه زي ما انا لسه قايل. هو بيقول لك المجمل العام. انما ما بيوصفش قريبة منين، انما هي خضعت للتجارب وابتدوا ان هم يستخلصوا منها العنصر الفعال. علاوه على ذلك طبعا لو اتجهنا لنقطه حتى ان كان لو في حد عنده بعض الندبات او الجروح في الراس، فاوريدي مش هيحصل ان هي تنبت مثلا شعر من تاني اتعور مثلا او زي ما بنقول في اصابه في راسه مجازا، فيبتدي كان عندنا دي ممكن تبقى سهله الاتمام. يعني عندنا مثلا العسل وعندنا الزيت وعندنا حب العزيز ده مشهور دلوقتي. وعندنا الصنوبر يمكن دي خلطه سهله شويه. دي لو بيتم طبعا دمجهم او مزجهم مع بعض ويبتدي ان هو يدلك بيهم مكان الجزئيه اللي هي ما فيهاش او فيها فراغ مثلا في الشعر بتاعه. دي من الخلطات المهمه برضو والفعاله، واعتقد دي ممكن تبقى سهله الاتمام. ممكن تذكرها تاني يا دكتور اسلام؟ اللي هي بتكون من زيت الصنوبر مجازا، وعندنا معاها العسل بالتحديد، وعندنا احيانا يضيف ليها بعض المركبات اللي هي ممكن نقول فيها بصيص من الخصائص العطريه عشان لو في اي تشارك من كل المركبات دي تبقى اقل بعض الشيء. بالاضافه ان ممكن يحط معاها العسل ويبتدي يخلطهم ويبتدي يستخدمها كدهان يبقى متماسك شويه، وان هو يدهن بيه في مطرح الفجوه او النقطه اللي هي ممكن متعرضه فيها فراغ او ما بتنبتش يعني. الجوانب الاخرى برضو المهمه البشره طبعا، ان كان بيبقى فيه اعتناء بفكره النعومه للبشره، وفي نفس الوقت لو موضوع فكره عندنا بنقول التجاعيد. يعني دي برضو نقطة مهمة. طبعا اهتمام بيها زمان. طبعا يعني يمكن الامر كان استعراضه او لو فكرة عايزين نعمل نعومة للبشرة كان بيتراوح ما بين ان انا بجيب بمثابة العسل مع ممكن نقول الزيت بيخلطهم مع بعض، ممكن يضيف ليهم مركبات اخرى او بيكتفي بالامر ده. دي بتعمل نعومه في البشره، مع ممكن يحط الكندر او لبان الذكر مجازا. الخلطه دي بتعمل نعومه سواء البشره اللي هي بتاعت الوجه او البشره بتاعت الجلد عموما، الاطراف الايادي او الجلد نفسه بتاع الاذرع وما شابه يعني.
بالاضافه ان هو لو عايز بقى يشيل التجاعيد ديت او الحاله بتاعتها كان ممكن بيستخدم مركبات تبقى اطول شويه، كان بيجيب مثلا الشمع معاها مع الكندر مع برضو الزيوت المختلفه ويبتدي يعمل مسبب بنقول خليط ما بينهم، ويبتدي ان هو تباعا يحاول يعني على فترات زمنيه ان هو يضعها على الوجه فتبتدي ان هي تفتح او تشد الوش بعض الشيء، زي اللي بيحصل دلوقتي في كل المركبات اللي هي الحديثه اللي بيبقوا هم بمثابه سواء بيعملوها في عمليات بعض الشيء او حتى بيدوه كمركب للاستخدامات المختلفه. وفي حاجات كتيره اكتر من كده كمان لو الوقت متسع معانا كنا هنوصف يعني خلطات كتيره مش خلطه واحده متعلقه بالجوانب ديت. يعني في خلطات مشهوره مرتبطه بشخصيات معينه؟ لا عموما يعني مثلا هل في خلطه للنفرتيتي؟ لا بالعكس بالعكس كل المصريين القدماء، لان احنا عندنا كل المقابر والمناظر التصويريه اللي بنشوفها سواء كانت سيده عاديه او اميره حتى او ملكه كلهم بيستخدموا نفس المركب على حسب المتيسر بالنسبه له، لان في خامات من اللي انا ذكرتها دي ممكن ما تبقاش زراعتها في مصر ما كانتش كتير، يعني لا اما بيستوردها مثلا من فينيقيا اللي هي لبنان دلوقتي او ممكن مثلا من النوبه او البلدان الجنوبيه او بلاد بونت. فبيحصل مثلا ممكن يبقى الامر محتاج اقتصاد عالي شويه او هو يبقى ميسور الحال عشان يقدر يحصل عليها، انما لو ما فيش خلطه اتعملت مخصوص لا الامر كان متاح للملوك كلهم للنبلاء المتيسر بالنسبه له يقدر ان هو ما بداتش مثلا بملكه من الملكات وبعدين لا بالعكس لان ده عنصر طبي يعني هو لما كان البرديات دي كانت اشبه ان هي او الوصفات الطبيه دي كان لحد بيعاني من الم معين او بيرغب في حاجه معينه فبيذهب للطبيب فبيقول له الخلطه ايه. هنتابع مجموعه من الصور توضح كلام حضرتك دي دلوقتي. يمكن جوانب مهمة جدا يعني حتى دي طبعا التزيين او المسابب بنقول الحلي بمختلف انواعه، ودي طبعا مقبرة نفرتاري بالتحديد او دي الملكة نفرتاري. وطبعا فكرة النقطة المهمة برضو ان عندنا الجوانب اللي كان بيستخدموها في التجميل الكحلي، يعني احنا لو نلاحظ عينيها متكحلة بعض الشيء والكحل ده كان بيتم استخلاصه الجلينة بالتحديد اللي هي بعض الخامات الرصاص. كان بيساعد ان هو اولا بيمنع مرض الرمد وبيفتح العين وبتلاقي العين بتبقى واسعه يعني تحس انها عينيها بيكبرها بعد الشيء او بيظهرها، بيمنع بعض الاتربه اللي ممكن تبقى، بيمنع نمو الاهداب للداخل، يعني ليه فوائد كتيره جدا زي ما احنا بنقول بيفتح النظر. يعني في عادات كانت ما زالت منتشره حتى السنوات الماضيه لفكره استخدام الكحل للاطفال عموما، بالاضافه ان عندنا زي الباروكات زي ما احنا وصفنا بحيثياتها المختلفه. كان بيتم صناعتها من ايه؟ الباروكات دي الشعر ده كان بيبقى شعر ادمي، دي نقطه مهمه جدا. ده شعر طبيعي يعني. شعر طبيعي في الغالب. في بعض الجوانب بتذكر انه ربما كان بيكون من شعر الخيول ولكن ده ما اثبتش بدرجه كافيه. الغالب كان بيبقى شعر ادمي او بشري بيبتدوا يعملوه مره اخرى، وفي النهايه هي لما بترتدي الباروكه بتخلعها اخر اليوم، بتعمل لها عمليه تنظيف من اي شوائب اتوضعت فيها. ايوه. وكانوا احيانا كمان بيصبغوا الشعر، يعني صبغه الشعر كان بيبقى فيه شعر لونه احمر، شعر لونه اخضر، شعر لونه اصفر، شعر لونه بني، يعني دي نفس الصبغات اللي موجوده في مصر القديمه كانت موجوده دلوقتي في المجتمع الحديث. ان مثلا عندنا الشعر اللي هو مجازا اللي لونه احمر او مائل للاصفر بعض الشيء ده كان بيبقى من الرمان. ايوه. عندنا مثلا جوانب اخرى من اللي هو لونه اخضر ده كان بيبقى مسافه من نبات النيره بالتحديد، ومع العصفر ده كان بيدي اللي هو الصبغه للون اخضر للشعر ده كان موجود. ده كان نوع من انواع التجميل ولا بيميزوا نفسهم؟ بيزين زي ما بتصبغ شعرها عشان تتجمل بصوره مختلفه. يعني الصبغه دي من زمان طبعا زي الباروكات ما قلنا من زمان الصبغه. الصوره اللي احنا شايفينها برضو دي ده حلي طبعا، ودي برضو نقطه مهمه جدا فكره الزينه مجازا بقى والتزين بكل العناصر سواء القلادات المختلفه زي حتى بنشوف احنا حديثا ابتدى الاشكال دي تظهر سواء لمثلا الفنانين او حتى الفنانات بقوا يرتدوه اللي هو بمثابه عامل اشبه بالطوق اللي في الرقبه مش الطويل اللي هو المدور او اللي هو اللي قريب من الرقبه شويه. بجانب برضو بعض النماذج زي الصدريات المختلفه اللي هي زي اشبه بالكردان حديثا بعض الشيء. دي كلها النماذج وبرضو بترمز لحاجه معينه يعني كلها ممكن جوانب دينيه ممكن زي اللي قدامنا ده مثلا ترسيل لحورس بالتحديد مجازا على الجانبين، دي صدريه مجازا. ايوه. في جوانب اخرى برضو كان الكل بيلبس الحاجات دي ولا طبعا على حسب برضو المتيسر اجتماعيا وعلى حسب الطبقه بتاعته لو هو نبيل وهكذا. اللي قدامنا ده نقطه مهمه جدا، دي فكره الامشاط. يعني الصناعات الحديثه اللي بنشوفها يعني
ده مش شعر، اليد بتاعته الجميل ده الجمال يعني من العاج او من الخشب. وطبعا بنشوف مدى الابداع ما اقدرش اقول الا كده، فكره النحت بالطريقه دي. يعني الايد بتاعته معموله ممكن على هيئه حيوان، على هيئه طائر زي ما احنا شايفين، ومعموله انها تبقى سهله في المسكه، يعني طبعا هي ليها ماسكه كده يعني. طبعا ادي هيئه طيور، هيئه بعض الغزلان مجازا، حتى اشكال ادميه، احجام مختلفه واشكال طبعا مختلفه. طبعا. وده يمكن برضو مش عايز اقول كده بس هيجاز اللفظ ذلك، لان بنشوف السرقات اللي بتحصل في البلدان الاوروبيه، يبتكر منتج زي ده ويصدره للعالم كله، هو اصله مصر قديم بنفس المنظر، بيتصنعوا من الخشب او العاج، العاج او الخشب، والسنون طبعا بتاعته. وطبعا كان هو يعني مهم جدا لانه بيقدر يزيل بيه اي شوائب في الباروكه مجازا بتاعه السيده. لبس الباروكه كان ايه سببه؟ التجميل ولا حاجه تانية؟ التجميل طبعا، لان هي بتحاول زي ما قلت ان تخفف من حاله اللي ممكن يبقى فيه شوائب او مجازا افات تتعرض ليها تسبب لها اي الامراض، فممكن تخفف شعرها بعض الشيء. وفي ناس بتحب تطوله بس بتعتني بيه بصوره جامه. يعني الصوره اللي قدامنا دي مرآة، دي احدى المرايات بالتحديد اللي كانت بتستخدمها برضه في عنصر التجميل، وكانت بتتعمل من الفضه او من الذهب او النحاس مجازا. والنقطه كمان اللي هي فكره التجميل ان كانت نقطه مهمه جدا، ان احيانا كانت تحط قمع فوق راسها. القمع ده اشبه ان هو في بعض الدهون النباتيه والحيوانيه اللي بتعطي خصائص عطريه، اللي هي بمثابه كل ما هي تتعرض، دي مرآة برضو كل ما تتعرض لفكره عرق بعض الشيء تبتدي الايه القمع اللي فوق اللي هو فيه شمع وخصائص عطريه يسيح زي اللي قدامنا ده بالظبط، يسيح فينزل على جسدها وعلى شعرها فيعطي بمثابه رائحه نفاذه. ده قمع متثبت على الراس، بتحطه فوق الراس بهدف ان كل ما الجو يشتد حرارته فتبتدي هي تعرق، فيبتدي هو يسيح فينزل يعطر جسدها اكتر. يعني اشبه زي ما احنا في الاختراع الحديث اللي هو الفواحه مجازا، نفس الافكار دي. فده كله ابداع من المصري القديم في ان هو ازاي يقدر يبتكر من البيئه الطبيعيه في توصيل الجمال بكل نواحيه. الملابس طبعا الملابس برضو والازياء، يمكن في بعض المناظر التصويريه دي برضو بعض الحلي او الاكسسوارز مجازا. والملابس كان يمكن السيدات كانت بتلبس حتى زي ما احنا بنقول اللي هو الرداء بيبقى ضيق شويه بعض الشيء من اسفل، وبعدين بتحط مثابه فوقيه الكاب اللي هو دلوقتي اشبه بالكاب مجازا. رداءين او رداء واحد. بيبقى فيه عنصر تطوير بصوره كبيره زي الفساتين اللي احنا بنشوفها دلوقتي، سواء بحمالات او بحماله واحده بالعرض، نفس الديزاين او الموديل كل الناس بتلبس نفس اللبس ولا في يعني التنوع ده؟ يعني عندنا مثلا دي هنا عندنا بالتحديد الملك توت عنخ آمن على الشمال، وعندنا زوجته بالتحديد واقفه هنا لابسه حتى الرداء الابيض، يمكن حتى ظاهر لنا اللي هو قصير بعض الشيء، وحاطه من فوقيه رداء اخر اشبه بالكاب زي ما انا وصفت. دي طبعا الملكه نفرتيتي بالتحديد والتمثال الشهير. ومدى الابداع زي ما انا لسه بذكر برضو عنصر الجمال في ان هو يبرز ازاي جمال المراه او شكلها العام في صوره نحت. يمكن احنا اشبه ان احنا شايفين قطعه حيه قدامنا في طريقه حتى استطاله الرقبه بتاعتها والعروق اللي هي اوريدي بتعبر دلوقتي عن عنصر الجمال بعض الشيء في المراه، بالاضافه للميك اب اللي هي وضعاه اشبه ان كانها بروفايل شخصيه. كان في ادوات تجميل طبعا استخدام طبعا عندنا كل العناصر زي ما احنا قلنا. يمكن حتى كان بيستخدم او بيستغل اكاسيد الحديد اللي هو يعمل منها الروج او بمثابه توريد الخدود. أيوة. يعني دي كانت موجوده. فكره حتى الجوانب زي ما احنا قلنا الكحل، بعض الاحجار الكريمه اللي كان بياخد منها بعض الالوان المتعدده عشان مثلا يضيف بعض الامور المتعلقه بالميك اب او تزيين العيون. دي كلها جوانب مهمه جدا في مصر القديمه. والازياء كمان لو ذكرنا نقطه عنها بالنسبه للرجال، يمكن كانوا بيرتدوا في الغالب اللي هي بمثابه النقبه، او مش يعني بتبقى على حسب بقى هو مكانته الاجتماعيه. أيوة. ممكن الملوك تبقى ليها ستايل معين، الاشخاص العاديين والنبلاء لهم ستايل اقل شويه. ولكن الابتكارات الحديثه اللي بنشوفها في العصر الراهن برضو كلها ناتجة من نفس الرداء اللي كان بيرتديه المصري القديم. دكتور إسلام نورتنا وشرفتنا النهارده. كان معانا دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية وعضو اتحاد المؤرخين العرب، اتكلم معانا عن الجمال عند المصري القديم.